فيلم تراينجل اوف سادنس بيتكلم عن علاقة بين اتنين بيحبوا بعض جدا، ولكن عندهم شوية مشاكل في علاقتهم محتاجة يتربط عليها شوية علشان العلاقة دي تستمر بشكل افضل. وهما الاتنين من مشاهير السوشيال ميديا في الكاتيجوري بتاعة الفاشن والازياء والموضة والجو ده. المهم انهم بسبب شهرتهم دي على انستجرام بيكسبوا رحلة على يخت، فبندخل معاهم في رحلة بحرية وسط فئة من البشر ذات الثراء الفاحش، ونبدأ نتعرف على طبقات المجتمع داخل اليخت. فهنلاقي الفيلم بيجسد واقعنا المجتمعي في شخصيات معينة على اليخت ده، فئة الأثرياء وفئة المشاهير وفئة الموظفين وظائف متوسطة، والفئة اللي بتكح تراب حرفيا وهي فئة العمال. You looks paid for the tickets. Not bad, huh? So what do you do? I sell shit. فيلمنا بيتقسم ل3 فصول. في الفصل الأول بنبدأ نتعرف على كارل ويايا في شكل غريب مريب الأطوار، حقيقي وواقعي جدا ومن غير حرق للأحداث. كل الفكرة ان في العلاقة دي كارل كل اللي محتاجه من يايا هو عدم الإحساس بانه شخص بيتم استغلاله ماديا من الطرف الآخر، ويايا محتاجة انها تحس بالأمان في العلاقة مع الإنسان اللي هيكمل حياته معاها. ففي إطار درامي واقعي بيحسسك فعلا بعدم الارتياح وانت بتتفرج. بنشوف فصل أول من الفيلم عن علاقة حب بمشاكل أقرب ما تكون للواقع وتكاد انها تشعرك بالخجل. زائد ان من بداية فيلمنا وهم بيوضحوا موضوع عارضي الازياء بنتعرف على 2 من اهم البراندات واكثرهم شهرة، وهم براند بالانسياغا للفئة الاكثر ثراء وبراند اتش&ام للفئة الأقل ثراء والأكثر مبيعا. فلجنة عارضي الأزياء هنا بتختار عارضين الأزياء بناء على تحكم عارض الأزياء في التراينجل اوف سادنس، مثلث الحزن الخاص بيه اللي هو بيكون ما بين حواجبك وأنفك. فهنا بشكل ما بيتعمل تصنيف لطبقات المجتمع. ونبدأ نخش في الفصل الثاني من الفيلم وهو اليخت. في الجزء ده من الفيلم احنا هنا بنكون عالم واقعي فيه كل فئات المجتمع. في العالم ده بنعيش مشاعر مختلفة من غيرة وسعادة غير ممنطقة والتزام بالقوانين وكسر كل القوانين في نفس الوقت، وده على حسب مين مسموح له يلتزم ومين مسموح له يكسر القوانين دي. وأهم شخصيتين موجودين معانا على اليخت هي شخصية ديمتري والقبطان، ويا لهوي على المتعة اللي هتاخدها من الشخصيتين دول لما يشربوا ويجيبوا آخرهم في الشرب ويبدأوا يتكلموا على الاشتراكية والرأسمالية والشيوعية. حرفيا مفيش كلام يوصف عظمة المشهد ده. A Russian capitalist and an American communist. On a $250 million luxury yacht. The ship is going under. وفي نفس الوقت بناخد شطات من هنا وهناك للكونفيوجن اللي بيحصل لباقي الجستس على السفينة، والكونفيوجن ده بيحصل من الهرتلة اللي هم شغالين بيحكوها على اساس انه كلام بجد. وفي نفس الوقت برضو بتعيش معاناة الجست اللي جاله دوار البحر ومعاناة الاستاف وعمال النظافة وباقي الاستاف في تأمين وطمأنة الجستس على أساس إن الوضع مش خطير ولا أي حاجة في الدنيا، إلى أن يحدث ما يحدث. ونتنقل للفصل الثالث، الجزيرة. الفصل الثالث بكل تأكيد من أهم فصول الفيلم، لأن في الفصل الثالث احنا بنكون عالم آخر ولكن من وجهة نظر ناس أخرى. الفصل الثالث هو انقلاب هيغير من شكل الفيلم تماما وهيضيف له عمق سياسي أكتر من كونه مجموعة بتصارع من أجل البقاء. من الآخر كده ومش هقدر أقول أكتر من كده. والحقيقة إن الفصل الثالث تحديدا من أكتر فصول الفيلم اللي فيها كلام كتير قوي، كلام عن كل شخصية في الفيلم، كلام عن التحولات وعن محاولات البقاء وعن فقدان قيمة الأشياء، وكلام عن السياسة في حالة ماذا لو الطبقات الكادحة تمكنت من الحكم، وكلام عن إشباع الرغبات والتخلص من الخوف ومواجهة كل ما هو سوداوي، وكلام عن النهاية المفتوحة اللي لو ركزت فيها مش هتلاقيها مفتوحة ولا حاجة، بل هي نهاية حتمية. فيلم تراينجل اوف سادنس كل تفصيلة فيه ليها معنى وإسقاط على شيء معين، والفيلم ممتع جدا من كل الجوانب. من ناحية السينماتوجرافي فاستخدام الداتش انجل مع حركة الكاميرا كان ممتع جدا على فكرة، ومناسب جدا لأحداث الفيلم وغير منفر إطلاقا. وبالنسبة للناس اللي متعرفش مصطلح داتش انجل لأنه مصطلح سينمائي بحت، فهو عبارة عن تصوير زوايا في الفيلم بشكل مائل على المحور، وبيستخدم علشان يوضح لك توهان الشخصيات. هو كان كتير جدا
ولكن ما كانش منفر ولا حاجة، بالعكس ادى عمق قوي جدا للفيلم. ده غير المناظر الجمالية اللي شفناها في فيلمنا، زائد التركيز وترقب الشخصيات بشكل اكثر من رائع، لدرجة ان في مشاهد طويلة صامتة حركة الكاميرا منطقاها حرفيا ومطلعة كل المشاعر اللي فيها. وبالنسبة للاوريجينال سكور في الموسيقى التصويرية هنا، ممكن مش كتير يكونوا بيحبوا الطريقة دي في الموسيقى التصويرية للفيلم، لكن الحقيقة انا اتعلقت بيها بشكل غير طبيعي، ماشية مع مود الفيلم وبتعلى وبتنزل بشكل سموزي جدا. وتنوع اختيار الساوند تراك هنا ممتع جدا، وتجسيد الشخصيات هنا حرفيا كان حقيقي، لانك في كل شخصية بتحس باجواءها وبتعرف هي جاية منين ومن اي ثقافة بالتحديد. كارل ويايا موترين جدا، تعبيراتهم وردود افعالهم قاتلة، والانسان العبقري اللي بيلعب شخصية ديمتري غير طبيعي، هتاخد منه ضحك غير طبيعي وهتتعاطف معاه على الرغم من انه جاي من فئة الثراء الفاحش، لانه فجأة اصبح عاجز عن عمل اي شيء، وانه اصلا في الاساس ما كانش بيعمل اي شيء، كل شيء كان بيتعمل له. احاسيسه صادقة جدا وتعبيراته فعلا معبرة، ويمكن ديمتري من اكتر الشخصيات اللي هتتعلق بيها في الفيلم ده. وباقي الكاست طبعا كلهم كانوا معبرين وكانوا حقيقيين جدا. وبالنسبة لطريقة اخراج الفيلم ده، فانا مش هقول غير حاجة واحدة بس، لما مخرج يجيب لك قصة تبدو عادية جدا ويبدأ يسحبك منها واحدة واحدة ويدخلك في عوالم تانية ويسحبك من فئة لفئة من فئات المجتمع، ويعمل لك حوار هنا في حتة معينة مع ناس معينة ويخليك تندمج مع الحوار ده بشكل مش طبيعي، ويبدأ يسحبك لحوار تاني مع ناس تانية ولسه الحوار القديم موجود في الخلفية، ويبين لك عالم كامل موجود فيه كل طبقات المجتمع من اعلى منصب لاقل المناصب، ويقلب لك الدنيا دي كلها في فصل معين كل جملة فيه مهمة، وينهي لك نهاية الفيلم دي بنهاية عبقرية. فبكل تأكيد روبن أوستلاند مخرج عبقري. وبالنسبة للأوسكار نومينيز، ففيلمنا مترشح ل3 جوائز أوسكار في فئة الأوريجينال سكرين بلاي وفئة البست دايركتنج وفئة البست بيكتشر بكل تأكيد كأفضل فيلم في السنة. وبس كده، ودي طبعا مش كل حاجة عندي عن فيلم تراينجل اوف سادنس، ولكن أنا هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. This is really bad. This is really, really bad.